واحدة من أهم الحاجات اللي لو عملتها هتغير حياتك بنسبة كبيرة جدا جدا وعن تجربة، وهي بكل بساطة الثقة بالنفس. اتكلمني أنا في الشانل كتير عن الثقة بالنفس، وفي فيديوهات شفتها كتير على اليوتيوب بتتكلم عن الثقة بالنفس. بس الشيء اللي مميزني في الفيديو دوت وهو 5 حاجات هيخلوك واثق من نفسك أكتر، و5 حاجات تانيين هينزلوا ثقتك بنفسك. فكوباية القهوة الجميلة ويلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ معكم محمد سعد وفيديو جديد. فيديو النهاردة رجعنا تاني لفيديوهات الثقة بالنفس. في ناس كتير طلبت مني الفيديوهات ديت، وانا طبعا ما اقدرش اخر اي حاجة عن اي حد بيطلبها مني. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدأ الفيديو. الفيديو ده مدته هتبقى قصيرة بس تأثيره على حياتك هيبقى كبير جدا. فانزل يلا اضغط لايك سبسكرايب واعمل شير لاصحابك، لاي حد حاسس ان هو عنده ثقة بالنفس قليلة او كده وعايز يرجع الثقة بالنفس تاني فوق. ابعت له الفيديو دوت وبس. يلا بينا نبدأ الفيديو. نبدأ بالحاجات اللي هيزودوا ثقتك بنفسك. اول حاجة انك تكون عارف قيمتك. تكون عارف قيمتك ازاي؟ في ظل الوقت اللي احنا عايشين فيه دوت الناس بقت تقلل من قيمتها وتقلل من نفسها بطريقة مبالغ فيها. بس الفكرة مش بيقولوا المسمى اللي هو انت قيمتك قليلة، بس الافعال بتبين ان قيمتك قليلة. فلا، تكون عارف قيمتك كويس، مكانتك كويس، انت مين، ايه قيمتك عامة في وسط المكان اللي انت فيه. واي حد يتعدى الحدود بتاعت قيمتك ديت تكون تاخد معاه ردة فعل او موقف يخليه في النهاية بعد كده ما ياخدش معاك الموقف دوت ان هو يتعدى حدوده وان هو مثلا يكسر قيمتك او يقل من قيمتك وهكذا. وتكون عارف قيمتك كويس. طيب تمام. تاني حاجة وهي تكون انت الشخص الاول والاخير في انك تاخد قرارك. والموضوع دوت طبعا مش اللي هو بقى الحاجة ديت ايه كذا كذا طبقتها خلاص، لا غلط. انك تاخد قرارك رأيك، تستشير الناس اللي حواليك اللي هم قريبين منك، بس يكون قرارك من دماغك بناء على حاجات واقعية. مثلا ده كذا فانا هعمل كذا عشان كذا في كذا، ففي الاخر هيوصلني لكذا. بس هي دي الفكرة، انك الاخر الاند بتاعك يكون واضح. طالما الاند بتاعك واضح يبقى تمام، يبقى قرارك من دماغك، يبقى كده زي الفل. اللي هو بالمعنى البلدي ما تخليش حد يقولك تروح فين وتيجي منين وتعمل ايه ويخطط لك حياتك. خطط انت حياتك بنفسك بناء على العقل والمنطق. تالت حاجة انك تكون واخد راحتك في المكان اللي انت فيه. وبمعنى كده مش انك بقى تكون نايم في المكان اللي انت فيه، لا، بس لما تيجي تقعد في مكان تقعد في مكان براحتك. يعني تقعد مش اللي هو قاعد بقى ملموم او قاعد اللي هو مكسوف او كده، لا، تقعد براحتك تاخد مكانك، يعني تدي لنفسك اصلا قيمتها. رابع حاجة تخلي المايند سيت بتاعتك مدربة وانت مفهمها ان انت مش شخص قليل، انت مش شخص الناس تفضل تقلل منه، انت مش شخص مش واثق من نفسه. لا، تدرب نفسك ان انت شخص واثق من نفسك، تقدر ان انت تكون في اي موقف موجود. يعني مش اللي هو مش موجود بقى وخلاص، لا، تكون مدرب عقلك كويس ان انت شخص واثق من نفسه. واخر حاجة معانا في ال5 حاجات اللي هيزودوا ثقتك بنفسك وهو انك تكون صادق مع نفسك. وصادق مع نفسك يعني تكون عارف امكانياتك كويس، دوت انا هقدر اعمله تمام فاكون صادق مع نفسي، دوت مش هقدر اعمله فاكون برضه صادق مع نفسي. الصدق مع النفس دوت هيدي للنفس ثقة وهيعززها وهيخليها افضل. تمام كده احنا خلصنا الحاجات اللي هيزودوا ثقتك بنفسك. نخش على الحاجات اللي هيقللوا ثقتك بنفسك. وطبعا اي عقل بشري هيقولك ان الحاجات اللي بيقللوا الثقة بالنفس دولت احولهم علشان يزودوا الثقة بالنفس. فدوت اللي انا عايزك تعمله، بس عايزك
تعمله انت بنفسك. يعني انت هتبذل مجهود في الحوار ده، تشوف انا هقول لك مثلا دول بيقللوا فانت تعمل عكسه فهيزود. اول حاجه ما تتكسفش. هتقول لي يا محمد ما تكسفش، يعني ايه ما تكسفش؟ يعني اكون شخص بجح؟ لا برضو ما تكونش شخص بجح، بس في ناس بتتكسف حرفيا ان هي تطلب حقها مثلا، او ان هي تقول لا الحاجه دي بتاعتي، مثلا لا الفلوس دي بتاعتي، لا المكان ده بتاعي. في ناس بتتكسف تقول الحاجات دي، مع ان اصلا طالما دي حاجتك ما تتكسفش. الموضوع بتاعك يا معلم، يعني اللي هو ليه تتكسف؟ ليه كسوف؟ ما تتكسفش، وخليك عارف انك لو كسفت فشخص تاني هياخد الحاجات ديت على حس كسوفك، فما تتكسفش. تاني حاجة وهي ما توطيش صوتك في الكلام. وانا مش قصدي هنا انك تجعر بقى وتعلي صوتك وبص تقلب الدنيا، لا مش قصدي كده، بس قصدي ان يكون كلامك واضح، يكون مخارج حروفك واضحة، اللي قدامك عامة يفهمك، يعرف انت بتقول ايه. مش اللي هو بقى تكون انت بتتكلم فاللي هو ايه، انا والله رحت وعملت، محدش فاهم حاجه ومحدش سامع حاجه اصلا. فانت لو كانت قيمتك ومكانتك عاليه قوي هتلاقيها قلت جدا جدا، عشان محدش فاهم حاجه. هتلاقي حد كل شويه حد يقول لك ايه بتقول ايه، وهتلاقي شكلك مش حلو في النهايه. فما تخليش صوتك واطي وما تعليش صوتك قوي برضو، ولكن خلي صوتك واضح ومخارج الحروف صح. تالت حاجة ما تهمش نفسك. وما تهمش نفسك يعني مش لما يكون في أي موقف، الموقف دوت محتاج منك إنك تكون موجود فيه في حياتك، ما تقولش بس ده أنا هبعت فلان مثلا وفلان هيصدر مكاني، أو أنا مثلا هعمل كذا وفلان هيعمل كذا. لأ، ما تهمش نفسك وحط نفسك في المواقف اللي لازم فعلا تكون موجود فيها. طيب لو انت مثلا عندك مشكلة كبيرة او عندك مشكلة في الوقت او عندك مشوار مهم، مفيش مشكلة لو شخص ينوب عنك، ولكن لو انت ما عندكش اي حاجة يبقى صدر نفسك وما تهمش نفسك من حياتك خالص. رابع حاجة وهي انك بتكون مش معتمد على نفسك. وفكرة انك ما تكونش معتمد على نفسك، معتمد على شخص تاني، دوت هيخلي ثقتك بنفسك تقل بطريقة كبيرة جدا، بطريقة انت مش متخيلها. فلا، اعتمد على نفسك في اي حاجة في حياتك. اخر حاجة معانا في فيديو النهاردة وهي لازم تكون عارف امكانياتك وقدراتك. ما تخليش اي شخص ايا كان يقلل من امكانياتك او قدراتك ويحسسك ان انت فعلا ما تقدرش تعمل اي حاجه في الدنيا ايا كانت. بص، ربنا خلينا السماء والارض وما بينهما، ربنا بص نفخ فيك من روحه الكريمه، وان هو نفخ فيك من روحه الكريمه ديت حاجه عظيمه جدا تخليك اصلا قادر اللي هو ايه اللي يقف معايا. مفيش اي حاجه تقف معايا، انا فيا نفخه من روح الله فاقدر اعمل اي حاجه ايا كانت. فاهمين؟ وفي النهايه قبل ما نختم حلقه النهارده حابب اقول لكم حاجه مهمه جدا، وهي ثقتك بنفسك هي اللي هتترتب عليها حياتك بعد كده. اللي فات اصلا خلاص خلص. لو انت شفت الفيديو دلوقتي جيت معايا لحد دلوقتي، طبق الحاجات ديت وصدقني هتلاقي اختلاف كبير جدا 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 في حياتك، وهتلاقي ثقتك بنفسك كل يوم بتزيد. بس لما ثقتك بنفسك بتزيد وتلاقي شخص مثلا مش واثق من نفسه، ما تتكبرش عليه او ما تدوس عليه، بالعكس فهمه وابدأ علمه الثقة بالنفس، وعلمه ازاي يكون واثق من نفسه. الحاجات ديت يعني هتفيده وهتفيدك انت كمان في نفس الوقت. والى هنا تنتهي حلقة النهاردة. كانت حلقة بسيطة وقتها قليل بس تأثيرها على حياتكم كبير جدا. ما تنسوش تضغطوا لايك وسبسكرايب عشان الحاجات ديت بتفيدني وبتساعدني ان الفيديو يوصل اكتر وبتشجعني اعمل فيديوهات اكتر. واي شخص عارفين ان هو مش واثق من نفسه مثلا ابعتوا له الفيديو دوت. والى اللقاء في فيديو اخر. سلام.